بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي أصحابي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. تعالوا ما نشوف النهاردة هنعمل ايه. أنا كنت مصورة إن أنا وأنا بعمل الفطار كوباية شاي كده على الصبح، بعدين تقريبا اتمسحت في المونتاج. ده رز وفراخ محمرة في الفرن، فراخ متشوحة في الفرن متحمرة. رز بسمتي على طريقتي الخاصة. دي كبدة، اختكم بتحب الكبدة بتاعت الفراخ شوية كده. تعالي نتبل الفراخ سوا. نضفتهم كويس وغسلتهم بدقيق وملح وليمون وشطفتهم كويس، وبعدين بحط مملحهم واحط لهم توابل فراخ وكمون وزعتر وفلفل اسود ورشة جوز الطيب وكده يعني، وبقلبهم كويس في التتبيلة ومخرطة بصل كتير اصلا تحتها. الصينية جت صغيرة، هنقلها في صينية تانية وارصها في صينية تانية. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. صلوا على النبي معايا اصحابي حبايبي. ويا ريت تدوني طاقة ايجابية مش طاقة سلبية كده. والله بحبكم في الله وبتمنى ان انجح بيكم. بقول لكم افكاري مش اكتر. انا عارفه ان كله شاطر وكله بيعرف، بس انا بقول لكم الافكار اللي عندي، يمكن تستفيدوا منها، يمكن انا استفيد من كلامكم، من تعليقاتكم معايا. من اخطائي صححوها لي وقولوها لي. قولوا لي عايزين نعمل ايه بكره، وان شاء الله ربنا يوفق ونعمله سوا كده يعني. دلوقتي تبلت الفراخ وملحتها كويس بالتوابل بتاعتها، وحطيت عليها مكعبايه، مش مكعبايه بقى، اللي هي بودرة مرق الدجاج. وتبلتها كويس وقلبتها كويس في البصلة، ورصيتها في صينية كبيرة شوية، او ممكن تكون نفس الحجم، بس ايه شلت منها الرجول والحاجات دي، كانت واخدة مساحة. دي الجناحة بوريها لكم انا مقطعة الفرخة ازاي. مقطعة الجناحة لوحدها، والجزء بتاع الرقبة بالعظم كده من عند الصدر لوحده. وبعصر عليها ليمون مع التوابل. معلش الواحد بس ينف شوية بالذات في الفراخ. نوزع البصل عليها كويس من فوق وتحت، واحاول ان يجي تحت علشان ما تتحرقش مني في النار. وبولع عليها البوتاجاز واغطيها تغلي شوية على البوتاجاز عشان اساعد الفرن بتاعي، علشان الفرن تتحمر وتتشوح بسرعة فيه. وبولع الفرن من فوق ومن تحت. دلوقتي حطيت عليها طماطم وصلصة وهرست الشطة كمان، بقولها لكم بعد ما خلصتها. بحاول اصورها لكم بس النور كان قطع، فالاضاءة كانت مش قد كده. وهغطيها بالصينية زيها علشان ملهاش غطا، الصينية حجمها كبير فملهاش غطا. هغطيها بالصينية واحطها، اسيبها اولع عليها العين البوتاجاز، اسيبها تغلي عليها شوية، وبعدين اقوم حطها في الفرن بتاع 10 دقايق كده يعني. اسيبها تغلي وبعدين احطها في الفرن 10 دقايق. بوريكم هنا انا بشرة جزر وبطاطسة صغيرة وكوساية صغيرة. تعالوا نشوف هنعمل بهم ايه. شوفوا طريقتي انا في الرز اللي ايه، الكبسة او رز البسمتي. جربوه زي ما انا بعمله كده،
وقولوا لي رايكم بالظبط يعني. شوفوا هتقولوا لي هيبقى جميل جدا وخطير وروعه. كلهم حبوه بقوا مجنونين عليه ويقولوا لي الله انت عاملاه ازاي. ده كله ما بيبانش فيه. تعالوا نشوف هنعمل فيه ايه عشان ما يبانش فيه وعشان يديله نكهه وطعم جميل قوي. بشرت بصلايه وسط مش كبيره، وحطيت معلقه زبده كبيره، وحطيت معلقه زيت كبيره، وهشوحها شويه على النار تدبل كده، تدبل معايا على النار. اللهم صل وسلم على شفيع سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. صلوا معايا يا حبايبي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بوريكم بتاع توابل رز الكبسه. على فكره انا ممكن ما استخدمش توابل رز الكبسه دي خالص. انا عندي زعفران خطير بيخلي الرز الكبسه ده، رز البسمتي ده، في مكان تاني خالص. وعيالي واصحابي وكله، عيالي وجوزي وكلهم فرحانين بقى لما بتعمل لهم رز بسمتي. بعمل كميه برضو وايه يجيبوا له اصحابهم ويجيبوا لي كله ما شاء الله، ويحبوا يدوقوا لانه بيبقى جميل وبيبقى كتير كمان. انا حطيت دلوقتي معلقه من الزعتر، لا من الزعفران. حطيت معلقه من الزعفران. الزعفران ده خطير بيخلي الرز في مكان تاني خالص. طعمه ولونه بيبقى شيء، لونه بصراحة يعني ما اقول ما اوصف، مش عارفة اوصفه بصراحة. بغسل الرز وبنقعه بتاع ايه 10 دقايق ربع ساعة، مش كتير يعني. في ناس بتنقعه ساعة نص ساعة، ما احبش انا كده. في ناس ما بتغسلوش خالص، بس انا مش جايباه مغلف، انا جايباه سايب. دلوقتي هنزل بالجزرة وبعدين البطاطسة وبعدين الكوسة. استكترت الجزرة ويا ريتني حطيتها كلها، ما كملتهاش كلها. يا ريتني كنت حطيتها كلها، كانت بتدي نكهة جنان. والجزر مفيد للنظر، والكوسة مفيدة للقلب، والبطاطس نشويات وحديد وحاجات كويسة مش وحشة ومش باينة ومبشورة. ده كله مش هيبان اصلا في الرز. شوف انا حطيت قد ايه مش هيبان. هشوحه مع البصلاية، احط عليه فلفل اسود وربع ورشة جوز الطيب، واحط كمان كمون. ده الزعفران. مش عارفه انا حطيت على البصله بس ما حطيتش عليه. هحط فلفل اسود وحاجه بسيطه كمان. فلفل اسود عشان الكوسه بتحب الفلفل الاسود والبطاطس بتحب الفلفل الاسود، ده عشقهم الغرام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الاعلى الى يوم الدين. يا حبيبي يا الله. ده بقى الزعفران بحط حاجه بسيطه. مهم. ده بقى رشه جوز الطيب، واقلبهم كويس في البصله واشوحهم كويس بصله مع الزبده لغايه ما يتبلوا. بعد ما يتبلوا هنزل بالرز. دي مكعبايه، حطيت مكعبايه. لو كان عندي بودره كنت حطيت. معلش التصوير مش موضح قوي. يا ريت تكونوا بتستفيدوا من فيديوهاتي وتعطوني طاقه ايجابيه وتقولوا لي اكمل ولا ما اكملش.
حطيت الرز، حطيت خلطة الرز الكبسة مكتوب عليه كده، حطيته، انا كنت جايباه. اللهم صل وسلم على حبيبي شفيع سيد الخلق اجمعين عليه الصلاة والسلام. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. نزلت بالرز اهو على البصلة، على الجزرة، على البطاطسة، على الكوساية، نزلت بالرز عليهم وهقلبهم كويس، اشوحه معاهم شوية بحيث ان يبقى ايه، الزبدة والزيت والحاجة اللي موجودة في البصلة تتوزع على الرزة كلها. يا جماعة انا عندي كلام عايزة اقوله. احنا لازم كلنا مع بعضنا كده، لازم كلنا نبقى مختلفين عن بعض في التقديم وفي الآراء وفي سبحان الله كلنا مكملين بعضنا، مفيش حد زي التاني. سبحان الله، يعني ده حاجة خلقة الله سبحانه وتعالى يعني. كل واحد له رأيه، وكل واحد له فكرة بيقولها، وكل واحد له طريقة بيعملها مختلف عن الآخر. فمعلش يعني استحملوا ان هو التصوير بس اللي مش قد كده يعني. انا بحاول ان انا اجيب ستاند او اعمل اي حاجة ان انا اثبت التصوير، ان انا بصور لنفسي، فمعلش. هنشوح الرز كويس مع البصلة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الخلق أجمعين. بنقلب الرز كويس في البصلة، في الجزرة، في التوابل بتاعته، وبعدين نحط له مية سخنة مش كتير. انا مش برجح الميه اللي بيقولك كل كيلو ولا كل كيلو كده يعني. هي عبري ميتك، ولو احتاج حطيله. عبري ميتك ان تغطيه دوب زي الرز العادي عشان ما يعجنش منك. ولو احتاج وحسيت ان هو مش طايب حطيله مغرفتين، حطيله بردك كوبايه، نص كوبايه، على حسب قدامك. طبعا انا وريتكم في الاول شكله ايه وجماله شكله ايه وخطير ازاي في الطعم، نفسي تيجوا تدوقوا. ونغطيه بقى عشان يستوي. وتعالى نطلع الفراخ من الفرن، زمانها خلصت، اتحمرت كويس. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله. بألف هنا للي هياكل واللي يكون له نصيب فيها. بألف هنا أحبابي أصحابي إخواتي. بعزكم في الله وبحبكم في الله. وشجعوني ودعموني، ويا ريت تحطوا لي لايك وسبسكرايب، وتشتركوا في قناتي، وعشان يوصلكوا كل افكاري الجديده او كل افكاري اللي متخزنه في دماغي او اللي انا بعمله كده يعني. واللي عنده حاجه احسن يقول لي عليها اعملها اجربها معاه. احنا كلنا بنتعلم بعضينا يعني. بسم الله ما شاء الله. وتعالوا كلوا معايا والف هنا. وبشوف بوريكم رز، عملت سلطه وادي الفراخ المحمره. وسلام.